قصة النهاردة عن رجل حكيم جدا اتذكر في القرآن، وكمان في سورة كاملة باسمه. كان في عصر سيدنا داود وتعرف بالحكمة، اتولد وعاش في بلاد النوبة. ربنا مش بس ذكره في القرآن، ده كمان وهب له الحكمة اللي كان مميز بيها جدا. الراجل اللي عاش حياة بسيطة وتعرف بالخير وكان سايب أثر طيب. قصته فيها خفايا وأسرار كتير جدا، ولكن هتفضل قصة عظيمة ومليانة بمواعظ وأسرار كتيرة جدا. قصة النهاردة عن لقمان الحكيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قصة لقمان الحكيم من القصص الغريبة جدا اللي مليانة حكم ومواعظ وتخليك تفكر ازاي ربنا اتكلم عنه في القرآن، وكمان بقى ليه سورة كاملة باسمه، وده دليل طبعا على حب وتكريم ربنا ليه. تعالوا في البداية نعرف مين هو لقمان الحكيم. لقمان بن عنقاء بن سدون، ويقال عنه لقمان بن سران. كان راجل بسيط من النوبة، وكان صالح وعابد لله عز وجل، ويقال عنه انه كان قاضي في عصر سيدنا داود عليه السلام، ويقال برضه انه كان خياط او كان راعي غنم، ورأي الجمهور بيقولوا انه كان نجار، والناس وصفت شكله انه كان عبد اسمر حبشي، وكان قصير افطس يعني مناخيره عريضه وقصيره مش طويله، وكان ذو مشافر يعني عنده شفه كبيره. طيب ايه قصه لقمان وحياته كانت عامله ازاي؟ اتقال عنه انه كان عبد لشخص ما، ومن المواقف بتاعته اللي اتحكت عنه ان الشخص اللي كان بيملكه في يوم من الايام قال له اذبح لنا خروف، فسمع كلامه لقمان وذبح الخروف، وقال له سيده خرج افضل مضغوطين فيهم، يعني احسن قطعتين من اللحم، فعطاله لقمان اللسان والقلب. وعدى الموقف، وبعدها بفتره طويله جاله سيده وقال له اذبح لنا خروف تاني من البيت برضه، فسمع كلامه لقمان وذبح الخروف، وقال له سيده خرج اخبث مضغوطين فيه، فاداله لقمان اللسان والقلب برضه. فاستغرب الرجل جدا وقال له انا امرتك انك تخرج افضل مضغوطين فاخرجت اللسان والقلب، ولما امرتك انك تخرج اخبث مضغوطين خرجت اللسان والقلب برضه، ازاي هيكونوا هم نفس المضغوطين؟ هم نفس المضغوطين. فرد عليه لقمان وقال له انه ليس شيئا اطيب منهما اذا طابا، ولا اخبث منهما اذا خبثوا. القصه دي غريبه شويه، ولكن حتى لو غريبه وممكن ما تكونش حصلت اصلا، الله اعلم، ولكن اكيد حكمتها ظهرت وبانت، وهو ده الغرض من حكي القصه سواء حصلت او لا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه ان لقمان كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، احب الله فاحبه الله، فمن عليه بالحكمه. وفي يوم من الايام قبل سيدنا داود عليه السلام، الملائكه نزلت للقمان وكلمته بامر الله، وقالت له هل لك ان يجعلك الله خليفه تحكم بين الناس بالحق؟ قال لقمان ان اجبرني ربي عز وجل قبلت، فإني أعلم أنه إن فعلت ذلك أعانني وعلمني وعصمني، وإن خيرني ربي قبلت العافية ولا أسأل البلاء. فقالت الملائكة يا لقمان لما؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأقدرها يخشاها الظلم من كل مكان فيخذل أو يعان، فإن أصاب فبالأحرى أن ينجو، وإن أخطأ طريق الجنة. ومن يكون في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا ضائعا، ومن يختار الدنيا على الآخرة فتته الدنيا ولا يصير إلى ملك الآخرة. فاستغربت الملائكة جدا من حسن منطقه، فنام لقمان فغطي بالحكمة غطا، يعني ربنا رزقه بالحكمة، وده طبعا من كرم ربنا عشان شافه مش عايز الخلاف. ومن القصص الغريبة عن لقمان الحكيم انه كان في يوم من الايام قاعد مع ناس في مجلس علم ودين، وجاله رجل غريب وقال له أأنت لقمان عبد بني النحاس؟ قال لقمان نعم. فقال الرجل فأنت راعي الغنم الأسود؟ فشافه لقمان وهو معجب بيه وقال له أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ فقال الرجل وطئ الناس بصوتك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. فقال له لقمان يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك. فقال الرجل ما هو؟ قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة مطمعي وحفظي فرجي وقيامي بعدتي ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيه، فذاك الذي سيرني كما ترى. والحقيقة دي من القصص الجميلة جدا في قصة حياة لقمان، لأنها مش بس بتثبت إن لقمان كان حكيم وعظيم وخلاص، دي كمان بتثبت إن الدين عند ربنا هو دين واحد، وإن حتى قبل سيدنا محمد كان الدين عند ربنا هو الإسلام، وكل اللي قاله لقمان موجود في الأحاديث وفي القرآن بأشكال مختلفة، ولكن المعنى واحد زي ما الإله واحد. ودلوقتي إحنا وصلنا لحياة لقمان الشخصية، واللي محدش يعرفه إن خلف بنتين قبل ابنه اللي اتذكر في القرآن، ولكن البنتين اتوفوا، والعلماء قالوا انه لم يبكي عليه، ولكن كان شايل الهم والحزن في قلبه، وعشان كده لما ربنا رزقه بابنه كان بيحبه جدا وبيعامله معامله خاصه جدا، وكان دايما بيقعد معاه وبينصحه في العلم والدين، وكان دايما بيحاول يعلمه ولو جزء بسيط من الحكمه بتاعته. ومن اشهر الوصايا اللي قالها له اللي ربنا ذكرها في القرآن في سوره لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن
إن الشرك لظلم عظيم. ولما تتدبر في الآية هتشوف حاجات عظيمة. أولا كلمة وهو يعظه، الموعظة يعني المعلومة الموجودة ولكن بيتراجع عليها، وده دليل ان لقمان كان دايما بيفكر ابنه بالوصايا دي ومش اول مره يقولها له. وده الفرق بين عليم ويعلم وواعظ ويعظ. وكانت اول حاجه في المواعظ لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. ومفهوم الظلم هو نقل حق الغير للغير، او اخذ من حساب شخص لحساب شخص تاني، او حتى المساواه في الحقوق بين حاجتين غير متساويين. وربنا قال على الشرك انه مش بس ظلم، ده كمان قمه الظلم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ودي العلماء اختلفوا فيها، هل هي من وصايا لقمان ولا ده كلام ربنا؟ ولكن اللي اتفقوا عليه ان حتى لو من كلام لقمان فتشريف ليه ان هو ربنا قال. ودايما ربنا بيوصي بالوالدين وبتكون بعد الشرك على طول، زي سورة الإسراء الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسورة النساء الآية 36: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وسورة البقرة الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وغيرهم من الصور كتير اللي اتذكر فيهم بر الوالدين وحسن المعامله. ودايما ربنا بيجيب بر الوالدين بعد الشرك بالله، وده دليل على ان طاعه الوالدين من طاعه ربنا. نكمل مع سوره لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ودي الحالة الوحيدة اللي ما تطاعهمش فيها، وهي الشرك بالله، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الآية دي لقمان بيكمل كلام لابنه وبيقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. والعلماء قالوا ان سبب الايه دي ان ابن لقمان كان بيقول له لو عملت معصيه بسيطه ربنا مش هيشوفني، هل ده عادي؟ وعشان كده لقمان قال له انها حتى لو معصيه وزنها حبه خردل ولو مستخبيه في السماوات او في الارض او حتى في الصخر. تخيل حبه خردل مستخبيه في السماوات والارض، يعني من الاخر مستحيل اي مخلوق يشوفها، ولكن الخالق هيشوفها وهياتي بها وهيحاسبك عليها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ودي من الوصايا اللي بتتكرر كتير في القرآن والأحاديث، ومن أهم الوصايا في الإسلام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، يعني ما تتكبرش على الناس وتبص لهم باحتقار. واصل الصعر هو مرض في الابل، وبيجي بالتحديد في رقبتها، وبيخليها رقبتها مش معدوله وبتمشي بطريقه غريبه وغالبا بتموت. وده تشبيه في القران للرجل المتكبر بالابل المريض. ولا تمشي في الارض مرحا، الايه دي جت في سوره الاسراء بشكل مختلف، وده دليل من ربنا على ان الفعل ده مبغوض عنده، ومن الحاجات اللي دايما ربنا بيأكد عليها في سوره الاسراء الايه 37: ولا تمشي في الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ونكمل مع سورة لقمان وآخر وصية: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولما تيجي تتدبر وتفكر في الآيات العظيمة دي، وحتى لو انت مش مسلم اصلا ولكن شخص عاقل وبتعرف تفكر، هتلاقي ان الاسلام ده دين جميل جدا، وكل اوامره لو مشينا بيها اقسم بالله هنكسب الدنيا والاخره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخلاصة يا صديقي، عايزك تفكر وتتدبر في القرآن وما تقراهوش بس، وما تكونش زي المغضوب عليهم ولا الضالين. حاول تشيل الغشاوة من على عينك وعقلك وتفكر كويس، سواء انت كنت مسلم بس للأسف ما عندكش أخلاق الإسلام، أو انك مش مسلم أصلا ومش مقتنع بدين الإسلام وشايف ان دينك هو الصح، أو حتى لو مالكش دين خالص وشايف ان الدنيا خلقت نفسها بنفسها. فكر لو المجتمع اللي احنا عايشين فيه عمل بالنصايح اللي أنا قلتها، مش بقولك عمل بالقرآن كله، عمل بشوية النصايح اللي في سورة لقمان، تخيل التأثير على المجتمع هيكون عامل ازاي. تخيل مجتمع الشخص فيه بيعامل اهله معامله حسنه وكويسه، وبيخاف يعمل معصيه ولو حتى قد حبه خردل، وبيخاف من ربنا وبيحترمه مش بيخاف من مخلوق وبيعظمه، وشخص بيصلي وبيعرف ربنا وبيأمر بالمعروف وبينهي عن المنكر، وحتى لو في الغلط بيعامل الناس بلين وبمعروف، وفي نفس الوقت شجاع ومش بيخاف مخلوق بيعصي الخالق، وبيصبر في المصايب وعارف ان كل اللي بيجيبه ربنا خير، ومتيقن من ده تماما، مش بيقولوا كلام وخلاص. شخص مش بيتكبر على حد ومتواضع، شخص بيتكلم بصوت معتدل ومش بيشتم ومش بيزعق وبيضحك في الشارع. وكل ده مش بس وصايا لقمان لابنه، ده كمان اوامر ربنا لينا كلنا، من شباب وبنات وكبير وصغير. الاسلام هو دين الوسطيه، هو دين الحق. وبس كده يا صديقي، لو انت وصلت لحد هنا احب اقول لك اني والله بحبك في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.